شهدت القاعة المغطاة بمدينة بني بوعياش اليوم أولى الحصص التدريبية للنادي الرياضي لكرة القدم داخل القاعة استعدادا لخوض غمار منافسات الموسم الجديد. موعد رياضي هام استطاعت من خلاله مكونات الفريق أن تمد حبال التواصل فيما بينها، وكذا رسم خارطة للطريق نحو تحقيق الريادة وتقديم الأفضل. كما كانت فرصة للتعرف على الإطار الفني الجديد للنادي وكذا الوافد الجديد في صفوف الكتيبة البوعياشية. بفضل الله وحمده تم هذا اليوم انطلاق أولى حصص التدريب الرسمية لفريقنا الغالي النادي الرياضي بني بوعياش لكرة القدم داخل القاعة، استعدادا للموسم الرياضي الجديد، تزامنا مع قدوم الإطار الفني السيد سعيد أعراس وكذا اللاعب الجديد عبد المجيد حداد، ويدخل هذا ضمن إطار تعزيز المنظومة يعني الكروية لفريقنا الغالي. وحيث عرفت حصة اليوم تقديم مجموعة من النصائح والتوجيهات من طرف السيد سعيد أعراس، مرت أجواء التدريب في جو حماسي وتحفيزي، سائلين المولى عز وجل أن يوفق فريقنا الغالي في قادم الاستحقاقات الرياضية المقبلة. كنبغي نوه بأنه شرف كبير أنني نكون طرف هذا الفريق اللي هو فريق يعني في السنوات الاولى ديالو، يعني من البدايه ديالو طبعا هو دائما طموح شغوف، فريق اللي حقق الصعود من القسم الممتاز للقسم الثاني، القسم الثاني في درواجيز حقق الصعود القسم الاول. كيتميز الفريق بواحد قاعده جماهيريه كبيره. الفريق الاوحد طبعا هنا في جهه الحسيمه اللي كيمثل القسم الاول. كنتمناو تمشي الامور ان شاء الله مزيانه، بدايه التدريب والاستعدادات يعني الموسميه كانت اليوم ان شاء الله. نتمناو تكون يعني الدعم الكبير والمعروف يعني على جماهير بوعياش، باش الفريق ان شاء الله يمشي في بر الامان ويحقق يعني مستويات ويحقق يعني اهداف كبيره. انا اليوم فرحان حيث التحقت بهذا الفريق العريق. كنتمنى هذا العام ان شاء الله نقدموا الاضافه. اول حصه كانت اليوم هذا في هذا العام الجديد، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن بالفريق، وان شاء الله يكون على الخير. إذن هي أولى الحصص التدريبية التي دخلها فريق النادي الرياضي ببني بوعياش لكرة القدم المصغرة داخل القاعة بنفس جديد وعزيمة قوية وفي جو مليء بالتلاحم والتآزر بين كل مكوناته، أملا منه أن يحصد ثمار الاجتهاد والمثابرة وتقديم الأفضل طيلة الموسم الرياضي. من بني بوعياش لكم تحيات بعثة مابيل انتر تيفي، علي الخصيم.